السلام عليكم، كيفكم حبايبي؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. شو اخباركم؟ اليوم بدي اعمل معكم معكرونه بالفرن. هاي المعكرونه اغرب اكله جديده، ويمكن معظم السوريين ما بيعرفوها، يعني هي اكله سوريه. ويلا تعالوا معنا نشوف المكونات، خليكم معي. اول شي ما بتنسوا اللايك، ما بتنسوا الاشتراك. تمام، يلا نبلش. هلا انا هون معي ربطة معكرونة سباكيتي. انتوا لا تتقيدوا، فيكم انتوا تعملوها يعني باي نوع معكرونة. تمام. وعندي انا هون جبنة بيضاء، انا بحط لها جبنة بيضاء بلدية، وهي اختيارية. يعني هي يعني هلا بورجيكم كيف الطريقة. بتحطوها هي اخر شيء عشان تعطي شطة ومطة، هيك تعطي لذاذة بالاكل. عرفتوا شلون حبايب قلبي؟ وعندي هون بيضتين، عندي زيت، انا بدي اخذ منها فنجان زيت بس. بيكنج باودر، معلقه ونص فلفل صغار، معلقه ونص ملح كبار. البيكنج باودر ضروري، معلقه ونص، هدول معيرين. هي ضروريه يعني قبل الطريقه المعكرونه. وعندي انا هون معيرين معلقتين سمنه كبار، ضروري تكون السمنه طيبه ظريفه يعني. وهون 3 معالق ونص طحين كمان معيرين، وبقدونس. الأكلة هيك بتحتاج هيك يعني مكوناتها. تمام، وخليكم معي حبايب قلبي. يلا رح نبلش. شوفوا الطريقة منيح. تمام. وهي قليل يعني معظم العالم قليل حتى تعمل هالأكلة. هي أكلة جديدة مثل ما قلت لكم وطيبة وارفعي الكاميرا شوي، وبتعتمدوا عليها يعني غدا. تمام، رح نبلش. أول شي آه بدي اخفق، عفوا بدي اكسر بيضتين. البيضتين ضروريات. ماشي حبايب قلبي. ماشي. بعدين انا بدي احط، يعني انا بعرف يعني نظريا خلاص نص او فنجان صغير زيت تبع قهوة. تمام. انا يعني نظريا عرفت انه بدي فنجان او نص فنجان تبع قهوة. هدول تقريبا فنجان صغير قهوة، فنجان صغير تبع قهوة. هلا بعدين اللهم صل على النبي، بنخفقهم شويه ضروري. تمام. انا بدي احط السوائل اول شي. ونص كاسة مي، لانه هي المعكرونه بتغب سوائل كتير، انتبهوا لهالنقطه. تمام. بعدين بيكنج باودر معيرين مثل ما قلت لكم. هلا بدنا نحط بيكنج باودر، هذول مثل ما قلت لكم معيرين، قلت لكم باول الفيديو. ماشي. ملح معلقتين. اساسا رح احطهم كلياتهم، ليش نعلق لبنان معيرين. ورد نعمل خفقه ثانيه. لا تنسوا اللايك والاشتراك، بطل اعمل اكلات جديده وطيبه. هي اكله جديده، ها اكله طيبه، انتبهوا. صدقوني ببطل اعمل. انا اليوم ما شفت تفاعل على الفيديو تبع المعجنات، كثير عم بزعل. فوتوا بتشوفوا الفيديو ويلا دغري بتطلعوا. عم بزعل كثير كثير. انا ما بجبر حدا طبعا. هلا بعدين طحين 3 معالق، 3 معالق ونص معيرين. ضروري الاكله بدها طحين، لا تنسوها، ما تقولوا انا ما قلت. نبهتها. شوفوا عم بخفق منيح. ضروري الطحين يذوب بالسوائل عشان ما يصير في تكتل ويعذبنا نحن عم نطبق المعكرونه. شايفين حبايب قلبي؟ فعلا شوف الكاميرا. عاوزتن للمتابعين، انا غطيت قريب الشهر، ومن قبل العيد ما صورت، وصار معي شويه ظروف لانه مرض عبد الله. وبعد ما تحسن عبد الله صار له 3 ايام تحسن الحمد لله، رجعت للتصوير. وان شاء الله يا رب ما بقى يغيب عنكم الله راد باذن الله. نحاول كل يومين ننزل فيديو او 3 فيديوهات بالاسبوع ان شاء الله. ليكو انا ما خليت كلها، يعني حركتهم منيح منيح، ما ضل عندي كله دابوا، يعني دابوا طحينات مع السائل.
مع السوائل عفوا. ما ضل يعني ما بقي يتكتل شيء. هلا نجي للتطبيق. ماشي. انا رح اتبل هي الاكله بالصينيه. وقلت لكم لا تتقيدوا اي نوع مكرونه يعني، بس هو السباكيتي اطيب شيء، وهي اصولها بالسباكيتي بتطلع اطيب. وانتم شو عندكم اي نوع مكرونه بتوفر حطوه يعني. يلا لشوفوا لي شايفه ولا لايك ولا اشتراك، اشتركوا وخليكم معي ومش هيسكن كل شيء جديد ان شاء الله. هلا انا حاشتغل بايدي، هاي ايدي نضاف انا يعني، ان شاء الله مره ثانيه بلبس كفوف باذن الله. هلا انا تبلها قدامكم. تمام. قربي ماما يا مصوره. شايفين بدي كتل السوائل. شوفوا حبايب قلبي، شوي قبل المعكرونات يعني، انا طبقات بدي اعمل. تمام. هلا لو فيها بيض ما عاد فيني احط ايدي فيها، فيكم باي شيء عندكم تحركوا فيه. شايفين هي الطبقه الاولى. كتلت السوائل اللي عملتها قدامكم. ضروري سلطة طحين من جوا مشان تتماسك وتنفش معنا. كتير طيبة يعني، حتعجبكم، مو انه تفكروا هيك يعني. ان شاء الله. برد انا هلا ببرز جبنة. هي حبايب قلبي انتبهوا، الجبنة انا هي نقعتها بمي شي 3 ساعات لانه بتجي مالحة. هي جبنة بلدية. حبايب قلبي هلا انا هون حطيت لها جبنة، برشة جبنة فيكم تحطوا ربع كيلو على حسب ما بتحبوا، بس ضروري جبنة بقلبها، هي بتطيبها. هاي في عم وزعه. هي الطبقة. بعدين بنجي للسمنة. السمنة ححط انا هي الاكله بتلبك شوي، كان بدها انه دعك وكذا. انا بالعاده بدعكها بكون مثلا بمطبخي باخذ راحتي اكثر، بس المطبخ صار ضيق عم تصور انا بالصالون. شو عملت؟ فوت السمنه كلها بقلبها. هي الطبقه الاولى. شايفين حبايب قلبي؟ ارفعي لشوف. مالي شايفه لايك واشتراك. عم بعملكم اكله جديده وطيبه بنفس الوقت، عن جد كثير كثير طيبه، بتجنن. كثير اعرفكم فيها هلا تقولوا على اكلات دندونه ام محمد. هلا بدنا نحط مع هاي الطبقه الاولى رشه بقدونس ضروري. شايفين؟ حبايب قلبي هي الطبقه الاولى خلصت عندي، بدي اعمل الطبقه الثانيه نفسها، بس بدي اخلي المعكرونه اخر شيء. هلا برد بحط السوائل اللي عملته. شايفين؟ الداير شايفين؟ بعدين بحط السمنات. لا هلا بدي احط المعكرونات كمان طبقة. مشان البقدونس يعني طبقة هيك يعني مثل كمشة صغيرة أنا حطيت. وهي السمنات المفروض تكون كل طبقة يعني تحطي قريب المعلقة السمنة مثلا. هن كلهم معيارين 3 معالق، وزعتهم أنا هدول 3 معالق.
مثل ما قلت لكم هي الطبقة الأولى خلصت. رجعت أنا عشان تعرفوا حطيت البقدونسات الباقي، يعني كان المفروض أحطهم كلهم، أنا اللي زمان ما عملتها، فهيك شوي نسيان الطريقة، بس عملتها قبل هلا كتير وطيبة يعني. هلا شوفوا حبايب قلبي، ماشي، خليكم معي وتابعوا الطريقة منيح منيح وعملوها لأنه كتير حتعجبكم وطيبة يعني. ماشي. قربي قربي يا مصورة. هي الطبقة الأخيرة من المعكرونة، شايفين؟ لازم الطبقة الأخيرة تكون هي المعكرونة. بعدين أنا حفظت الجبنة، إحنا أهلية بمحلية، إذا ينضاف ما بشرة بتاخد وقت دغري هيك. الجبنة هي من الجبنة اللي بقى يعني اللي حطيتها بقبل المعكرونة. لا معكرونة ولا معكرونة معكرونة معكرونة. يلا حبيت امزح معكم. شو عاملين بهالايام؟ طمنوني شو الاكلات اللي عم تعملوها، ذكرونا. شايفين حبايب قلبي شلون فتفت بقية الجبنة البيضة هي ناعتة، جبنة بلدية هي بتجي مالحة، انتبهوا منيح، لازم تنعوها بالمي شي ساعتين ثلاثة، تمام؟ ضروري انتبهوا لهالنقطة هي. حطيت بقلبها وعلى الوش اللي زادوا ربع كيلو بكفي، انا بظن انتم شوفوا كمان، شوفوا شو بتحبوا على حسب ما بتحبوا. وهلا انا هي اختيارية، هي بتعطيها شطة ومطة لذاذة. حبايب قلبي هلا هي ملحة، انا جايبتها من الاصل ملحة خفيف مثل ما هي حاطة، شايفين؟ هي على الوش خليتها اخر شي بتخلوها. ماشي. قربي يا مصورة عشان يشوفوا. لسه بتبعدي، بدنا نشوفوا الطريقة، لسه بتبعدي يا مصورة. شوفوا هي جبنة شلال، او فيكم كسرتي لي ظهري انا مطخيه، او فيكم تحطوا موزاريلا او شلال، ضروري هي خطوه تعملوها بس هي اختياريه يعني. هلا شوفوا هي طيبه وبتجنن وهي اختياريه، هي الجبنه الشلال او الموزاريلا اخر شيء تحطوها على وش الصينيه، بس انا بلاقيها طيبه اذا حابين اعملوها. شايفين على هالمنظر؟ لوحه فنيه، شايفين؟ حبايب قلبي انا رايحه دقيقتين على المطبخ، حطها بالفرن وشغلها من فوق ومن تحت على درجه 180 عادي. هي يعني هي ما لها قلب جاتو، بدك تحطيه من تحت تستني لين شو بعدين تحطيه من فوق تشغليه من فوق من تحت عادي تستوي واحلاها، وبتعطي وش هيك تحطيها من فوق ومن تحت مثل ما تكون على حراره 180 يعني. بتعد لها شي 3/4 ساعه بتطلع من الفرن بتجنن. هالجبنه عم تسيح وتشط وتمط وتاكلوا اكله طيبه. وعلى فكره طبيعي لو تتامر المعكرونه يعني على الوش ما تاكلهم، هي لذاذتها بالاكله. وراح احطها بالفرن، مو تروحوا تناموا استنوني راجعه. يلا حبايب قلبي بعد ما طلعتها من الفرن قعدت لك 3/4 ساعه، شوفوا لي على هالصينيه المعكرونه بالفرن بتجنن عن جد، الصوره بتحكي يعني ما بدهم مين يحكي عنها. هلا رح نقطعها قدامكم وورجيكم كيف طلعت وندوق مع بعض تمام. هلا رح اقطعها قدامكم وشوفوا شلون طلعت شقفه وحده متماسكه لان هي فيها طحين. يلا يا رب. الله عليك. ايه حبايب قلبي انا هلا قطعتها، ماشي؟ شايفين شلون طلعت؟ قربي يا مصوره قطعه وحده، شايفين؟ شوفوا حبايب قلبي شلون بتجنن. وهلا شايفين الجبنه بقلبها شلون عم تشط وتمط؟ شوفوا هي كلها جبنه شلال، هي اللي حطيناها الموزاريلا، شايفين؟ هلا حدوق قدامكم واقول لكم على الطعم.
قلبي يا مصورة. مم. 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 والله طعمه بتجنن. قلبي 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 قلبي. لا تنسوا اللايك والاشتراك، عندكم أكلة كتير طيبة وعملوها وحتعجبكم. يلا قلبي يا مصورة، عن جد أكلة ولا أروع من هيك، والله طيبة. قلبي قلبي يا مصورة، ياكل بقدونس. مش بعرف انتوا عم تقطعوا بدها تفرط معكم يعني. قلبي قلبي، وجه هالتأميرة. يا سلام، هي كلها هي شفت جبنة، هي كلها هي جبنة المشللة اللي حطيناها. شوفوا شوفوا شوفوا، بتجنن بتجنن بتجنن. وهي عملت لكم صحن بطاطا قدامها. لا لا تزعلوا، عشان ما تقولوا ان الشيفة دندونة بخيلة. عملت لكم صحن بطاطا قدامها. روحوا لا تزعلوا. هي اختيارية بس انا هيك اشتهيت. هي بقى احزروا شو هي السلطة. هي بيعملوها اهل مصر، انا اخذتها منهم. هي هي السلطة بس بندورة على الحل ونعنع، وفي هن يحطوا لها شبت، بيحطوا لها هذا سماق، بس انا ما بحط لا شبت لا سماق، اكتفيت بالنعناع والليمون. يعني سلطة البندورة هي المصرية كتير طيبة كتير، بخص انا هي كمان اختيارية، بس لقيتها هيك ناشفة انا حبيت اعمل معها، بس كتير طيبة بتطلع معها. أبي عم مسويها. سلطة قدام هالأكلة، هاي الأكلة ناشفة وهي بطاطا. شو بدك اشتهيتي؟ بس أنا عجبتني هالمعكرونة بالفرن بجنن. دقي أمانة أمانة، دقي المصور عمل لي يلا. تحفة بتجنن. عملوها المعكرونة بالفرن وكتروا لها جبنة، وأهم شيء تحطوا لها سمنة، بس السمنة تكون ظريفة بتعطي طعمتها يعني هي سمنة ظريفة والجبنة وبتكتروا لها هي بتعطي طعمها. واعتمدوها والله، اولادكم اللي يطلبوها فطور وغدا وعشاء. لا عشاء بدنا ناكل معكرونة ويناموا معقولة ويشوفوني بمنام مع بعض هيك. وهلا وصيت حبايب قلبي، لا تنسوا اللايك والاشتراك انا مو مشان شيء، قربي انا مو مشان شيء والله، مشان يسلكوك شيء جديد. بتروح عليكم الاكلات الظريفه، الاكلات الجديده بعد ام محمد، هلا كلها طبخات صارت باذن الله. وهلا استودعتكم عند رب العالمين، وبدي انهي الفيديو معكم، وان شاء الله الفيديوهات الثانيه بقى اتاخر عليكم. وسلام.